السلام عليكم. لو انت فايتك فرض يا ريت ان انت تقوم تصليه، لان لو ملك الموت جالك مش هيستناك ان انت تقوم تصلي الفرض اللي وراك. للاسف هتندم لو دخلت المعهد الفني الصناعي، وانت كمان هتندمي ندم شديد جدا لو دخلت المعهد الفني الصناعي. فنصيحه يا جماعه، محدش يقدم في المعهد الفني الصناعي لان ملوش مستقبل، ولو دخلت المعهد مستحيل تجيب كليه هندسه منه لان تنسيق الكليه بقى من 99%. فاعتبر ان انت من دلوقتي حالا حلمك اتدمر، مش هتلحق كليه هندسه، فبلاش تضيع وقتك وعمرك في سنتين ملهمش اي 60 لازمه. وانا بقلب في الفيسبوك لقيت احد الامهات منزله منشور على احد الجروبات الخاصه بالمعاهد الفنيه، وبتقول يا جماعه انا بنتي جايبه 86% وبفكر اقدم لها في المعهد ومحتاجه نصايحكم. فدخلت في التعليقات ولقيت كميه السلبيات وكميه النيجاتيف انرجي اللي في التعليقات، كلها تعليقات من نوعية هتندمي لو دخلت بنتك المعهد الفني الصناعي، المعهد مش هيدخلها هندسة، المعهد كله ماشي بالغش وبالبرشام. حرفيا انا اتضايقت قوي، احبطت، انا نفسي احبطت. ما بالك بقى من الام اللي كانت شايفة ان فيه فجوة امل صغيرة ممكن تنور لبنتها. لما تسمع الكلام ده كله، كمية التعليقات السلبية ديت، هتحبط وهتعمل ايه بعد كده مع بنتها في مستقبلها. وده اللي خلاني ان انا اجري فورا واعمل لك الحلقة بتاعة النهاردة. فيا ريت ان انت تدعم الحلقة بلايك، علشان اللايك الجميل بتاعك بيساعدني ان انا انزل لك حلقات مفيدة اكتر واكتر. حلقة النهاردة اعتبرها ان هي رسالة عن المعهد الفني الصناعي. المعهد الفني الصناعي يا جماعة من وجهة نظري اسهل مكان ممكن تجيب منه كلية هندسة، بعيدا عن الهري اللي احنا بنسمعه في التعليقات والناس اللي بتطلع تنتقد المعهد وتقول ان المعهد مش هنعرف نجيب منه كلية هندسة. الناس ديت هلاسة، الناس ديت بتهري، الناس ديت كانت في يوم من الايام في المعهد ومعرفتش تجيب تقدير كلية هندسة فبتطلع تنتقد المعهد. انا عايز اقول لك ان في ناس كتير جدا بتدخل كلية هندسة من المعهد. ليه من الناس ديت ما بتطلعش تقول لك المعهد وحش؟ السنه دي ان شاء الله هتلاقي في اعداد كبيره جدا دخلت كليه هندسه، وهتلاقي ناس كتير جدا جابت 99% ودخلت كليه هندسه. ليه الفئه ديت ما بتطلعش تنتقد المعهد وتقول لك ان المعهد ما تدخلوش والمعهد سيء والمعامله فيه مش كويسه، المعهد صعب والمعهد ماشي بالغش وبالبرشام؟ بكل بساطه ان الناس ديت تعبت فعلا وعفرت وموتت نفسها علشان تجيب التقديرات اللي تدخلها كليه هندسه، في حين ان اللي بيطلع يقول لك الانتقادات ديت تلاقيه جايب اصلا 60% 70% وماشي كده بالكوسه في المعهد واصلا ما يعرفش اسم المعهد عامل ازاي. احنا ليه نطلع نحبط بكلامهم؟ وليه نطلع نصدق الناس اللي بتطلع تنتقد المعاهد اللي زي كده؟ انا من وجهة نظري ان المعهد الفني الصناعي اقسم بالله فرصة ذهبية لاي حد ما قدرش يجيب تقدير اذا كان في الدبلوم او في ثانوية عامة. المعهد ده فرصة ذهبية بالنسبة لك، يعني لو انت ضيعتها تبقى انت لا مؤاخذة في الكلمة عبيط. تخيل كده ان انت بتدخل معهد سنتين مش مطلوب منك تقدير خالص في سنة اولى، مطلوب منك بس ان انت تجيب تقدير يدخلك كلية هندسة في سنة تانية. يعني في 2019 كلية هندسة كانت بتقبل من 93.5، السنة اللي فاتت قبلت من 98 وشوية. ولكن اقسم بالله العظيم لو انت التقدير بتاع كلية هندسة كان من 99%، انا بقول لك سهل ان انت تجيبه. يعني انا بقول لك ان المعهد الفني الصناعي اسهل مكان تجيب منه كلية هندسة. فرصة ذهبية يا جماعة ما تتعوضش. لو انت ضيعت الفرصة دي من ايدك فمعلش في الكلمة انت عبيط. والتقدير حتى لو 99% والله العظيم سهل ان انت تجيب التقدير ده. هتقول لي ليه متاكد من الكلام ده؟ اقول لك لان انا جربت. انا كنت في يوم من الايام في المعهد فجربت وعارف وشفت بعيني. انا كان في ناس اصحابي كانوا جايين المعهد من ثانويه عامه وكانوا شايلين مواد في سنه اولى، دخلوا سنه تانية طلعوا من العشرة الاوائل ودلوقتي في كليه هندسه. لو الحد الادنى لكليه هندسه من بعد المعهد 99%، والله سهل ان انت تجيبها. هقول لك حاجه، لو انت كنت ثانويه عامه فربع المذاكره اللي انت كنت بتذاكرها طول السنه في ثانويه عامه لو حطيتها في المعهد انا اضمن لك التقدير مرتاح بتاع كليه هندسه وش. لو انت دخلت المعهد والتزمت في الكورسات والمحاضرات وبتذاكر من اول يوم كل يوم 4 ساعات، انا بقول لك 4 ساعات حرفيا، 4 ساعات حرفيا يعني كل يوم، انا اضمن لك ان انت تجيب التقدير في الاخر اللي يدخلك كليه هندسه وتطلع من العشرة الاوائل كمان على المعهد بتاعك. لو عرفت النظام في المعهد ماشي ازاي، وعرفت ان انت لما تنزل كورسات وبتحضر المحاضرات ده بيخليك ان انت تضمن اعمال السنة بتاعتك، ولازم تنزل تاخد كورسات لان الكورسات عليها يعني اعتماد كبير جدا في الامتحانات بتاعتك، مش حتة بقى الماني والفلوس وبتاع، لا بجد الكورسات بتفيدك اكتر بكتير جدا من المعهد والمحاضرات اللي انت بتاخدها في المعهد. وان انت تذاكر من اول يوم كل يوم، اقسم بالله العظيم يا جماعة ما في اسهل من مذاكرة المعهد الفني الصناعي. وانا بقول لك الكلام ده لان انا سألت ناس كتير جدا اتخرجت من المعهد
اذا كان جابت كليه هندسه او حتى ما جابتش كليه هندسه، ونفس الرد هو لو رجع بيها الزمن ودخلت المعهد هموت نفسي في المعهد وهجيب 99%. ناس كتير جدا من اصحابي اللي في كليه هندسه بتقول لي احنا نفسنا في يوم واحد من ايام المعهد، علشان المعهد كان سهل وخفيف وبسيط، واحنا اصلا ناس عبيطه ان احنا ما جبناش 99% في المعهد. فانت بتدرس 14 ماده بتلغي من عليك مواد زي الرسم والفيزياء والرياضيات والانجليزي في معظم التخصصات في المعهد. انت محتاج ايه تاني؟ وعايز اقول لك كمان ان كده اصلا الكليه مضمونه من بعد المعهد. يعني في اخبار وفي ناس مضلله بتطلع تقول لك ان كليه هندسه هتتلغي من بعد المعهد، وده شيء مستحيل، صعب جدا ان موقف زي ده يحصل. فكره ان انت تضمن كليه هندسه من بعد المعهد مضمونه، ولكن علشان تضمنها محتاج ان انت تجتهد، ومحتاج ان انت تذاكر، ومحتاج ان انت تجيب التقدير اللي دخلك حسب تنسيق السنه بتاعتك، تمام؟ انما الناس اللي بتطلع تنتقد المعهد وبتقولك ان المعهد سيء ومش عارف ايه ومياعة ومياصة وما تدخليش يا بنتي وما تدخلش يا ابني والمعهد زبالة وانصحك ان انت ما تدخلوش، يا جماعة الناس ديت زي ما قلت لك في الاول ما عرفتش تعمل حاجة في المعهد، فمفكرة ان الناس كلها شبهها. ولكن انت لو داخل المعهد من البداية وحاطط قدامك تارجت وهدف ان انت هتخرج من المعهد ده على كلية هندسة وذاكرت واجتهدت وتفوقت فيه، اقسم بالله انت لما تتخرج هتقول عبودة قال لنا ان ده اسهل مكان واحسن مكان واحسن ايام هنقضيها في حياتنا هو في المعهد. فعلشان ما اطولش عليك في الفيديو بتاع النهارده، اظن الرساله بتاعتي وصلت لك، وانا مش عايز اتعمق في الموضوع اكتر. ان شاء الله باذن الله على دخلة الدراسه هيبقى فيه فيديوهات مفصله بالتفصيل ان انت ازاي تتاقلم مع المعهد وازاي تمشي في سنه اولى وتدخل سنه تانية ازاي، والكورسات هتتعامل معاها ازاي، وكمان الامتحانات. ونقطة مهمة جدا هنا، انت عايز ايه اكتر من ان انت بنسبة 95% من الامتحانات بتاعتك بتجيلك من اخر 5 امتحانات سابقة. يعني انت لو داخل الامتحانات مذاكر 5 امتحانات سابقة هتجيب 95 في الامتحان، يا عم هتجيب 90% في الامتحان. فما بالك بقى انت واحد من اول السنة بتذاكر. والله العظيم يا جماعة المعهد انا بقول ان ده فرصة لو انت ضيعتها من ايدك، حتى لو التنسيق كان من 99%، ادخل موت نفسك هتجيب 99.5. مش عايزك تستصعب الموضوع، انت لما هتدخل ان شاء الله فكك من الكلام المحبط وركز على الهدف بتاعك. ولو انت هتدخل المعهد مش هتجيب منه كلية هندسة وهتبقى عامل زي الناس اللي بتطلع تحبط في الناس كده، فانصحك ان انت ما تدخلش المعهد من دلوقتي ووفر السنتين بتوعك، روح قضيهم في اي حاجه تانية مفيده. يا رب الرساله بتاعتي تكون وصلت لك، لان يعني ده فيديو سريع كده مش محضر له خالص، فقلت ان انا بس اطلع رد سريع. يا رب بس تكون الرساله بتاعت الفيديو وصلت لك، وزي ما قلت لك ان شاء الله باذن الله هيكون في فيديوهات معموله لك بالتفصيل عن كل حاجه انت محتاجها في المعهد. هكون معاك اول باول من اول يوم لحد ان شاء الله باذن الله ما تتخرج من المعهد، وان شاء الله تجيب التقدير اللي دخلك كليه هندسه، وهديك كل التريكات وكل التفاصيل المهمة جدا اللي هتساعدك في المشوار بتاعك. فتأكد ان انت عامل اشتراك للقناة عشان يوصلك الفيديوهات اول باول، وما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو ده، وان شاء الله بإذن الله هشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.